اهلا بيكم، معاكم هبه من قناه كوني مبدعه مع هبه. النهارده ان شاء الله هوريكم شويه مشتريات اشتريتها قبل الشتاء. هي المشتريات مش كتيره قوي بصراحه، بس نوعهم كويس جدا واسعارهم بصراحه ممتازه. انا هحاول افتكر كانت ايه الاسعار بالظبط. فاول حاجه بس هوريها لكم بجد سعرها عجبني. كانت البيجامات الدفاية. هنا البيجامة كان جاي معاها لاكلوك والتي شيرت بتاعها او البادي اللي بيكون من فوق والبنطلون. دي بصراحة عجبتني جدا واسعارهم كانت كويسة. يعني انا شفت البيجامات دي، حتى شفتها على الانترنت بيبيعوها على مواقع اونلاين وكده، كانت اسعارها اغلى بكتير مما انا اشتريتها. يعني انا تقريبا دي كانت الواحدة ب125 جنيه. طبعا في ارخص من كده. بس انا حبيت ان انا اجيب نوع كويس. النوع ده اخف شوية من النوع التاني اللي انا هوريهولكوا. دي كانت اول واحدة فيهم. تاني واحدة فيهم كانت الشكل ده. ده كان البنطلون بتاعها. ده شكل التي شيرت بتاعها او البادي بتاعها، وده اللكلوك اللي بيجي معاها. طبعا دي مختلفة واتقل شوية عن البيجامة الاولانية اللي انا وريتها لكم. دي متبطنة من جوه ومن بره، حتى باين ان البنطلون بتاعها نفس الشكل البادي نفسه. انا بصراحة يعني انا المكان اللي انا نزلته ده ينفع تفاصلي فيه. لو عايزين تعرفوا المكان فين بالظبط اكتبوا لي في الكومنتات وانا هقول لكم. فانا فصلت الراجل، يعني انا قلت له بكام الواحده. اول ما قال لي دي الواحده ب150، وقال لي التانية الواحده ب135. فانا فصلت معاه على اساس ان انا هاخد الاتنين. فانا تقريبا اخدت الاتنين ب250 جنيه، فكان سعرهم تحفه. عايزه اوريكم ايه تاني كنت اشتريته من نفس المكان اللي انا نزلته ده. كنت اشتريت دي طاسه ألمونيوم. انا كنت شفته قبل كده في الفيديوهات. انا عندي كل الطاسات اللي موجوده عندي في البيت تيفال، فانا ما كانش عندي ألمونيوم قبل كده. وانا بصراحه ما كنتش بحب الألمونيوم علشان بيبقع وبيبقى شكله مش حلو بعد فترة من الاستخدام، وبيبقى تنظيفه صعب جدا. التيفال بيكون اسهل بكتير. انما النوع ده عجبني علشان السمك ده. انا كنت بدور على حاجة تكون عالية كده، فدي حلوة جدا. يعني دي ينفع تعملي فيها كذا حاجة. ده غير ان الغطا بتاع الحلة ينفع يقفل عليها، يعني انا ينفع اعمل حاجة تكون مقدارها صغير ينفع فيها. انا عايزه اقول لكم اسعارهم كانت كويسه جدا. يعني انا جبت مقاسين، ووالدتي خدت المقاس التالت كان اكبر مقاس فيهم، بس انا ما كنتش محتاجاه. انا كنت محتاجه المقاسين دول، هي سابت دول انا اخدتهم من الراجل. المقاس الكبير بتاعها اكبر واحده. بعد ما فصلنا معاه كانت تقريبا ب30 او ب35 جنيه. دول الواحدة فيهم. طبعا هو الاول هيبتدي لك باسعار كده خزعبليه، يعني ما تحطيش في دماغك انت فصلي معاه وهو ما فيش مشكله. يعني انا دول اخدت الاتنين منه مع بعض بتقريبا بحوالي 45 جنيه تقريبا كده. فكان سعرهم تحفه بصراحه، حلوين جدا وهينفعوني. آم، دي بقى علشان دي عجبتني جدا بصراحة. دي شنطة. شنطة جلد وتقفيلها من جوه تحفة. بصوا حتى الفينشنج بتاعها عامل ازاي. يعني انا حتى اصلا انا بالذات في موضوع الشنط ده حساسة شوية، فما يعني بحب امسك الشنطة يكون شكلها كويس. انا حسيت ان دي كويسة. حتى الاكسسوارز اللي فيها دي بتلمع وشكلها حلو. يعني ما حلوة شنطة، شكلها كويس لو مسكتها في اي مكان كويسة، ما فيهاش مشكلة. ده غير ان هي عملية، لان الجلد بتاعها طري، وانا بيفرق معايا جدا ان الجلد ده يكون طري ما يضايقنيش وانا شايلاها. طبعا هو برضو ابتدى بسعر عالي، بس هو حتى السعر العالي بتاعه كان حلو جدا. مش عارفة تقريبا كان قال 160 جنيه او 180 جنيه. بصراحة انا ما صدقتش. انا يعني انا كل شنطي باسعار كانت اعلى من كده بكتير.
بعد ما قعدنا نفاصل معاه شوية خدتها في الآخر ب140 جنيه. فبالنسبة لي طبعا كانت لقطة، وشنطة كبيرة وواسعة من جوه، بس هي علشان فاضية فمش مش باينة، بس هي شنطة جميلة جدا. ايه تاني اشتريته؟ اشتريت دي شنطة لللابتوب. حلوة جدا وعملية وحجمها في منتهى الجمال، وزي ما انتم شايفين خامتها في منتهى الجمال. بصراحة هي دي بقى مش ليا انا، دي شنطة لجوزي علشان يستخدمها وهو رايح الشغل. وبعدين لقيت فيها كذا كذا جراب وكذا سوستة وشايلة، يعني شايلة اللابتوب وشايلة كل الحاجات اللي هو بيحتاجها في الشغل تقريبا. كانت حلوة جدا برضو، كان سعرها مناسب جدا برضو، ابتدى بسعر 180 او 200 جنيه تقريبا، قعدنا نزلنا في السعر لحد 140 جنيه. فلا في اسعار كويسة، بس انتوا محتاجين ان انتوا تدوروا شوية في الاماكن. يعني بصراحة انا كان المكان ده كان بقالي زمن طويل جدا ما نزلتوش، ولو ما نزلته بصراحة ما ندمتش. لو حابين تعرفوا هو فين المكان ده اكتبولي في الكومنتات. ولو بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات ان احنا نجيب مشتريات ونعرضها مع بعض، مفيش مشكلة. قوليلي انتوا تحبوا ايه من المشتريات نشتريه وانا اوريهولكوا. اتمنى ان الفيديو ده يكون افادكم. كان معاكم هبة، باي باي.